الو. ايه يا مولي؟ ايه يا يوسف؟ بقول لك ايه، نايم ولا ايه؟ اه. انا جات لي فكره محتوى. محتوى ايه يا ابني؟ محتوى اليوتيوب. فكرة محتوى ايه؟ ما انا بقول لك محتوى اليوتيوب يا ابني، جمد قلبك. اه، مجمد قلبي. هنخش الدار ويب. سنة 2012 كانت السنة اللي مشغول فيها الشعب بالثورة، ووقتها كان لسه طالع محتوى اليوتيوب جديد. كنت أنا ويوسف بندور على فكرة جديدة تخلينا مختلفين عن اليوتيوبر اللي موجودين في الساحة، وبالمرة نشد نظر المشاهدين أكتر. وكان وقتها مشهور حوار الدارك ويب، والشباب كتير اللي كانت بتحاول تدخل في حوار الدارك ويب. أنا ويوسف اتفقنا إن احنا ندخل ونستكشف الدارك ويب، وندور بالمرة على محتوى لينا نبدأ بيه على اليوتيوب يخلينا مختلفين عن الموجودين كلهم. كان لازم عشان تدخل الدارك ويب عبارة عن مجموعة أكواد، ولازم يبقى عندك شوية برامج عشان تحمي بيهم نفسك من أي هاكر يقدر يستولي على جهازك أو الواي فاي بتاعك وياخد كل معلوماتك. ويومها خلصنا الأكواد بتاعتنا وشغلنا البرامج بتاعة الحماية والهاكر بتاع الدارك ويب، وكنا كمان وقتها كنا أول مرة ندخل على الدارك ويب. ولكن بحكم ان احنا اول مره نخش مكان زي ده ما كناش لاقيين فيه اي حاجه، مش قادرين نوصل لاي حاجه، مش قادرين نفهم اي حاجه. وبعد فتره من البحث جوه الدارك ويب فقدنا الشغف وما استفدناش اي حاجه، وقررنا نخرج من الدارك. وفي يوم انا روحت بيتي وقررت ان انا انام، ولكن في يومها بالليل الاقي يوسف بيتصل بيا في حدود الساعه 4 الفجر، ولقيت يوسف بيقول لي تعالى دلوقتي بسرعه. قلت له في ايه يا ابني؟ قال لي بقول لك تعالى دلوقتي. قلت له خلاص ماشي، ومسافة السكة واكون عندك. رحت لابس ونازل. يوسف ساكن في الشارع اللي ورايا يعتبر، يعني دقيقتين واكون عنده. ولما وصلت عنده الساعة وقتها كانت في حدود الساعة 4 إلا 10 الفجر. وقتها خبطت عليه ولسه ما كملتش تخبيط ولقيته راح فتح وحرفيا وشه مرعوب وقال لي ادخل بسرعة. ولما دخلت عنده لقيت الشاشة بتاعت الكمبيوتر عليها طيب، والتايم عمال يقل ثانية ثانية. ولما بصينا على التايم المفروض هيخلص امتى، طلع ان هو يخلص الساعة 4 الفجر. قلت له انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ قال لي انا معرفش، انا حاولت افتح الدارك ويب تاني ووقتها تقريبا نسيت اشغل برنامج الحماية. وقتها قلت له الله، من شكلنا نلبس بتاع. ما كانش قدامنا خيار تاني غير ان احنا نستنى لحد ما التايم يخلص ونشوف ايه اللي هيحصل. ووقتها الشاشة قفلت وبعد كده تفتح من اول وجديد. ولكن لما فتحتش على عداد، فتحت على شخص قاعد قدامه ولابس ماسك اللي هو بتاع الهاكينج. وكانت نبرة صوته مش صوت طبيعي، تحس ان هو كان عاملها ببرنامج حاجه زي كده، ان هو كان مخبي صوته، ده مش صوته الحقيقي. وبدا يقول لنا كالاتي: اسمع عن كلمتين عزكم ويطلع لك واحد عربي غير كده لا تتحكم عليكم هو. ما تحاولش انت وهو تدخلوا المكان ده تاني، حافظوا على نفسكوا احسن، لو دخلتوا هنا تاني هتموت. وقتها راحت قامت الشاشه قافله تاني، اشتغل الكمبيوتر عادي. يوسف بلع عليه وبص لي كده قال لي احنا هنعمل ايه؟ انا ما كنتش اقصد اعمل كل ده. قلت له هو قال مش هاذي حد ومحدش يجي هنا تاني، فانت ابعد عن المجال ده، ما تخشش المكان ده تاني. قال لي انا والله العظيم ما هروح للمكان ده تاني ومستحيل اجي جنبه تاني اصلا. قلت له بس هو ده المطلوب، ما تقربش من المكان ده تاني، ان شاء الله هتعدي على خير. وفعلا تعدي الايام والليالي يوم ورا يوم، الدنيا طبيعيه جدا. لحد اما في يوم لقيت يوسف بيتصل بيا ويقول لي انا محتاجك دلوقتي، في مصيبه حلت عليا. قلت له في ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. قال لي بقول لك تعالى دلوقتي. وراح قفل. واضطريت ان انا اروح له على بيته جري. وبعد ما وصلت بيته فضلت اخبط ولقيته ساعتها اكنه واقف على الباب مستنيني. راح فاتح الباب وقال لي ادخل بسرعه مفيش وقت ادخل. فدخلت بقول له في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ قال لي في مصيبه حصلت، بص على الشاشه عامله ازاي. ووقتها ببص على الشاشه لقيت نفس العداد بيعد. قلت له هو انت مفيش فايده فيك؟
تاني بتحاول تدخل جوه؟ قال لي والله ما حاولت، ده انا كنت قاعد على يوتيوب عادي بتفرج على فيديوهات، ولقيت فجاه راحت الشاشه راحت قافله، فانا اتخضيت قلت ايه اللي حصل للكمبيوتر؟ الشاشه اتحرقت ولا ايه؟ ولقيت التايم ده اشتغل، وببص في الساعه لقيتها الساعه 3 الا ربع، وكان ناقص 15 دقيقه على العداد. فانا وقتها فهمت ان هي زي المره اللي فاتت، فكلمتك على طول قلت له انت متاكد ان انت ما حاولتش تدخل تاني يا يوسف؟ قال لي والله ما حاولت. قلت له ما علينا، احنا مضطرين برضه نستنى زي المره اللي فاتت، هنعمل ايه؟ وقعدنا انا وهو نستنى لحد ما العداد يخلص، وطلع علينا نفس الشخص التاني. قلنا له احنا ما حاولناش ندخل هنا تاني. قال لي وانا عارف ده كويس، بس انا طالب منكم طلب ولازم تنفذوه علشان ما اذيش حد منكم، والحاجه دي لما تجيبوها اعتبروني عفوت عنكم. قلنا له حاجه ايه؟ وانت هتعوز مننا احنا ايه؟ انا محتاجكم تجيبوا لي مكنه طباعه وتودوها للمكان والوقت اللي انا هقول لكم عليه، واياكم ما تروحوه وتروحوا في الميعاد بالظبط. قلنا له هتعوز مكنه طباعه؟ وقال لي من غير اسئله. راحت الشاشه راحت قافله تاني واشتغل الكمبيوتر عادي جدا. وقتها بصيت ليوسف وقلت له الله احنا لبسنا ولا ايه؟ قال لي شكلنا كده يا محمد. وفعلا اشترينا مكنه الطباعه، ووقتها كانت بمبلغ وقدره، واحنا اصلا ما كانش معانا فلوس لده، فاضطرينا نستلف فلوسها من حد. ووقتها استنينا لحد ما يقول لنا الميعاد والمكان امتى، وفضلنا قاعدين. وفعلا نفس اليوم الساعه 3 الا 10 تقوم الشاشه قافله تاني، ويبدا العداد على 10 دقايق. فضلنا انا ويوسف قاعدين وشنا في وش بعض مستنينه طبعا يظهر لنا. واللي فهمناه من لهجته رغم ان هو مغير صوته اكتشفنا ان هو سوري، بس قلنا مش مشكله ممكن نوصل له ونعرف له هو مين. وبعد ما العداد خلص يظهر لنا الصوت، ووقتها قال لنا ان الميعاد بكره الساعه 3 العصر، والمكان هو ميدان التحرير. ووقتها قال لي يوسف انت تروح لوحدك، هو ما يجيش معاك. قال له ليه؟ احنا مع بعض وانت قلت لنا احنا الاثنين. قال له بقول لك انت ومحدش غيرك، ولو عملت غير كده انا هاذيك. راح قافل الشاشه تاني. يوسف خد مكنة الطباعة وراح بيها على ميدان التحرير، وانا كنت بحاول اكون معاه، وحاولت اكون بعيد عنه عشان ما يحسش بيا ولا يعرف ان انا معاه، ان انا يا دوبك بس اطمن عليه ان هو ما يحصلوش اي حاجه او يتخطف او حاجه. ووقتها وصلنا لميدان التحرير، ويوسف كان ماشي قدامي، لكن وسط الزحمه هو اختفى، وفضلت ادور عليه وما لقيتهوش، ففقدت الامل واضطريت ان انا اروح. ولكن بعد ما روحت اكتشف ان يوسف بيتصل بيا. وقال لي انت فين؟ تعالى لي بسرعه ضروري. قلت له انت اللي فين؟ انا قلبت عليك الدنيا هناك. قال لي تعالى لي البيت بسرعه. ووقتها خدت ديني في اسناني ورحت طاير على بيته. انت كويس؟ انت تمام؟ انت حصل لك حاجه؟ قال لي انا كويس يا ابني اهدى، مفيش حاجه حصلت، هو بس اللي حصل انا مش فاهم ازاي اتاخدت مني المكنه، وان هو خدها بس انا مشفتهوش انا، ولقيته سايب لي دول. ووقتها طلع بايده حق المكنه بالظبط. وقتها قلت له ازاي هو ساب لك فلوس المكنه؟ قال لي ما اعرفش، انا كنت فجاه واحده واقف في ميدان التحرير وكانت الدنيا زحمه بطريقه غريبه، مره واحده حسيت ان حد بيناديني من ورا، ببص عليه برجع تاني ما لقيتش المكن، ولقيت كرتونه فيها المبلغ ده وهو سعر المكنه اللي احنا اشتريناه بيه بالظبط. وقتها انا قلت له امال هو كان عايز ايه؟ هو استفاد ايه دلوقتي؟ ولا هو كان بيشوفنا هننفذ اوامره ولا لا؟ قلت له بقول لك يا يوسف انا عندي فكره. قال لي فكره ايه؟ قلت له بص، هو دلوقتي لو كان عايز يأذينا كان اذانا، لكن هو طلب اشبه بالعادي، لا بالعكس كمان ده دفع علينا حق المكن، فمعناه ان هو بيلعبنا وبيشوف جرأتنا. فايه رايك ندور على المحتوى اللي كنا بندور عليه من اليوتيوب؟ قلت لي كده. قال لي بلاش يا ابو، ده نلبس في حيطه وما نعرفش نطلع منها. قلت له يا عم هي موتة ولا اكتر. وقتها قررنا ندخل الدارك كود، وبنفس الطريقه اللي ساب فيها يوسف الثغره بتاعت المره اللي فاتت. قلنا يا رب يطلع لنا نفس الشخص، عشان لو طلع لنا شخص غيره فاحنا رحنا بداهيه. ووقتها قعدنا انا ويوسف ندعي كتير جدا ان يطلع نفس الشخص. وبعد ما عملنا كده وقعدنا نلف شويه جوه الدارك ويب، هنا ومنينا ان محدش ظهر ولا الشخص جه ولا حتى حد غيره، وفقدنا الامل وقررنا نقفل وحش. ولكن تيجي الساعه 3 الا ربع، وقتها لقيت يوسف بيتصل بيا، وهنا اكتشفت ان التايم اشتغل وان شكل الراجل هيظهر بجد. وقتها انا ما ردتش عليه، انا رحت له على البيت جري من غير ما ارد عليه. وقتها فتح لي قلت له بس انا عارف هو العداد بيعد صح؟ قال لي بالظبط كده. واليوم ده كان يوسف لوحده في البيت، ودخلت ووقتها كان فاضل حوالي 3 دقايق، فضلنا قاعدين مستنيين ويطلع لنا نفس الشخص بنفس اللهجه بنفس المصري. قال لنا انتوا تاني
مفيش فايده فيكم، انتوا مصممين تتاذوا، انتوا اللي مصممين تتاذوا. وقتها قلت له اسمعني، احنا مش جايين هنا لاي غرض، احنا جايين لغرض واحد بس وطالبينه منك زي ما انت طلبت مننا حاجه. ان وانتوا تقدروا تبقوا زيي عشان تطلبوا مني حاجه؟ قلت له اسمعني لحد الاخر وصدقني انا مستحيل اجي هنا تاني لو انت رفضت. فقام سكت شويه وقال لي قول. قلت له احنا عايزين نعمل محتوى على اليوتيوب يكون مختلف، واظن الفكره هتكون عندك انت. الفكره هتكون عندنا. انجز، عايز ايه؟ قلت له احنا عايزين مكان فيه جن او مكان مسكون او اشبه حاجه بكده. قال لي مكان سهل، في مكان موجود وانا معايا مفتاح، بس الفكره هتاخدوا مفتاحه ازاي؟ وقتها قلت له انا هقابلك او اي حد يقابلك وهنعمل اللي انت تنفذه بالظبط. قال لي وانا ما ينفعش اظهر لحد، انا لو ظهرت لحد وحد عرف هويتي فانا. قلنا له شوف الطريقه اللي حابب تدينا بيها المفتاح وتوصف لنا فيها المكان. وقتها قال هدورها في دماغي، وراح قام قافل الشاشه. بصيت ليوسف وقتها وقلت له غالبا هيوافق، شكلنا هنعملها ولا ايه؟ قال لي سيبك من نعملها ولا ايه؟ احنا رايحين مكان رعب برجلينا يا صاحبي. قلت له عادي، هي موته ولا اكتر، يعني انت مبسوط بالعيشه اللي احنا عايشينها؟ قال لي على رايك. روح يا عم روح عشان الجو اتاخر. يا عم النهارده انت مش النهارده محدش موجود في البيت. قال لي قلت له انا هبات معاك يا صاحبي، مش هسيبك تموت لوحدك. قال لي اذا كان كده اتفقنا يا صاحبي، خش ترزع في اي داهيه. انا ويوسف قاعدين على اعصابنا بنتمنى ان الراجل يوافق ونحقق حلمنا وممكن ننجح ولا ايه. ويجي ميعاد كل يوم بتاع 4:15 وفعلا يقفل الشاشه ويظهر لنا ويقول لنا انا موافق، بس بعد كده ولا تحاولوا تقربوا لهنا ولا تجولي تاني. انا بعمل كده عشان انا مش عايزكم تروحوا في الاتنين او نتخلص عليكم، بس احنا عشان عرب زي بعض فانا موافق. وقتها انا ويوسف انبسطنا جدا وقلنا له هنقابلك فين وازاي. قال لي انت. وقتها قام مشاور عليا، قال لي تجيلي الوحده في الارض الزراعيه اللي موجوده في اخر منطقه، ويقصد بمنطقتنا دي الويلي، ويقصد عند الغيط اللي موجود عند الويلي. وقتها قلت له قصدك الغيط اللي هو الجيل عند الغيط. وقتها انت عرفت مكاننا. قال انت بجد جاي تسال سؤال زي ده؟ قال لي كمان ساعه تكون هناك الواحد تاخد مني المفتاح واقول لك المكان وتمشي. وقتها طبعا انا وافقت، قلت حتى لو خلص عليا بحاولت وما سبتش حلم. وفعلا بعد ساعه بالظبط كنت موجود هناك في الغيط، وطبعا كانت الدنيا كحل ولو حطيت ايدك قدامك ما تبانش. وقتها جالي شخص اداني المفتاح وملامح وشه مش باينه ولا باين فيه اي تفاصيل. وقتها قال لي بصوت غريب المفتاح اهو. قال لي المكان مش بعيد عليك، المكان ده في حدائق القبه. وصف لي العنوان بالظبط. العماره دي مهجوره من سنين ومحدش بيقرب ليها، والمكان فيه طاقه سلبيه وجن. خاف على نفسك ونصيحة مني ما تروحش هناك. وقت ما اخلص هسيب لك المفتاح فين؟ قال لي قبل ما تمشي يكون حد منكم انتوا الاثنين جايب لي المفتاح مطرح حداد الكهرباء وتقفل الباب وراك ما يمشي، عشان انا بخاف على العفاريت بتوعي. وبعد كده راح قال لي وقتك خلص يلا اتفضل. راح سايبني راح ماشي لحد اخر لحظه في كلامنا، وانا ما شفتش اي تفاصيل من ملامح وشه. ووقتها روحت ليوسف قلت له كل اللي حصل. قال لي طب ايه وهنعمل ايه وهنروح امتى وايه اللي هيحصل؟ قلت له هنروح امتى؟ بكره بالليل. ايه اللي هيحصل؟ احنا لازم نصور اللي هيحصل عشان على الاقل نعرف ناخد اللقطات اللي احنا عايزينها. وقال لي وانت رايح تصور الجن يعني؟ ربنا يحميك. قلت له يحمينا يا حبيبي، انا مش هروح لوحدي. قلت له بس اهم حاجه لازم نحط المفتاح وعداد الكهرباء ونقفل الباب لما نمشي. قال لي لا بسيطه يا صاحبي مش حوار يعني. وفعلا تاني يوم الساعه 2 بالليل قررنا نروح العماره المهجوره. ورحنا كان في بوابه مقفوله بقفل، وكانت البوابه دي حرفيا مردوبه بالتراب. فبصيت ليوسف قلت له دلوقتي هندخل ازاي؟ قال لي لا سهل، تعرف تنط ولا اشبك لك؟ قلت له لا انت اللي تعرف تنط ولا انا اشبكك. قال لي عيب عليك يا صاحبي نطلع سوا. وقتها انا وهو بقينا نطلع على الباب ونطينا جوه الحوش وندخل فعلا العماره المهجوره. عماره كانت متكونه من 4 ادوار، حرفيا السلالم بتاعتها متكسره ومليانه ورق شجر وخشب متربع على السلم. طبعا الدنيا كحل وبتبان شكلها قديم، والعماره اصلا تحس ان هي ما فتحتش من عشرات السنين. بس انا ويوسف قررنا نجرأ نفسينا، كنا المفروض نطلع الدور الثالث. وفعلا طلعت انا الاول ويوسف ورايا، ولقينا الباب اللي المفروض نفتحه. وكان اغرب باب في العماره حرفيا، هو اكتر باب مختلف في وسطهم، وكان مرسوم عليه النجمه السباعيه نجمه الشيطان. ووقتها رفعنا علينا كشاف الموبايل وبصيت ليوسف قلت له هنعمل ايه؟ قال لي مش بعد ده كله هنرجع، احنا خلاص بقينا في امر واقع لازم ندخل. ووقتها حطيت المفتاح وبدأت أفتح باب الشقة. وقتها فعلا الباب فتح، وأول لما فتح تحس إن في هوا ضرب في وشك. ولما حطيت رجلي أنا ويوسف جوه الشقة حسيت إحساس غريب جدا، وإني ما عنديش أي طاقة وحاسس بتقل أكني في حد قاعد فوق كتفي. وبدأ أنهج بشكل غريب.
قلت له يا يوسف انت حاسس باللي انا حاسه؟ قال لي انا حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي وحاسس ان في حد قاعد فوق كتافي. قلت له شكلهم حاضر يا يوسف، شكلهم موجودين فعلا معانا. ودخلنا الصاله. شقه عباره عن تفتح باب الشقه تلاقي الصاله، الحمام والمطبخ على الشمال، وفي اوضه على اليمين. وقلت ليوسف احنا اول مكان لازم نخشه هي الاوضه. وفعلا دخلنا الاوضه، كان ما فيهاش اي حاجه، كان موجود عباره عن عفش قديم، ترابيزه صغيره، وكان في باب جوه الاوضه، بس الباب ده حاولنا نفتحه ما عرفناش. والاوضه دي كان جوه منها بلكونه، فقررت انا ويوسف ندخل البلكونه. ودخلت البلكونه فعلا، واللي كانت عباره عن ورق شجر وحاجات وخشب مترمي على الارض. وانا ببص على الارض بقول يا لهوي على القرف، احنا شكلنا جينا على الفاضي يا يوسف، مفيش حاجه، احنا كنا واهمين نفسنا ولا ايه؟ لكن يوسف ما ردش عليا. فبقول له يا يوسف انت ساكت ليه؟ فببص على يوسف الاقي ان يوسف متنح وما بينطقش. بقول له يا عم يوسف في ايه؟ وقتها لقيت يوسف بيقول لي انت شايف اللي انا شايفه؟ قلت له شايف ايه؟ اتاري البلكونه دي مش صغيره وطويله وفي خشب مترمي في الاخر، والخشب ده قافل باب. لكن المشكله ما كانتش هنا، المشكله ان كان في حد واقف هناك بيبص لنا، وواقف ورا الخشب ومبرق لينا ومش باين له اي ملامح. وحرفيا وقتها انا ويوسف كنا هنموت من الرعب. قلت له هنعمل ايه دلوقتي؟ وهو متنح ومصدوم ومش عارف يعمل ايه. وقتها الشخص ده اتحرك ودخل جوه الباب، لكن هو ما فتحش الباب، هو دخل جوه الخشب نفسه، تخطى الباب، هو طلع مش بني ادم اساسا. وقتها انا برقت ليوسف، قلت له هنعمل ايه دلوقتي؟ فوق معايا. وقتها كسر الصمت بتاع يوسف حاجه واحده، ان وش يوسف بدا ينور نور. لكن المشكله ما كانتش من هنا، ان النور ده جاي من ورايا انا، واللي ورايا ده كانت الاوضه اللي جينا منها. وقتها بلف انا ويوسف على الاوضه، لقينا في 3 شمعات محطوطين على الترابيزه اللي كانت موجوده في الاوضه. وقتها انا ويوسف بدانا نتحرك عليها بالراحه. ووقتها ببص على الترابيزه، وللاسف كانت الصدمه الاكبر، كان في 3 ورقات من كتاب شمس المعارف، والكتاب ده مفيش منه غير نسخه واحده في العالم. ولان الكتاب ده من اكبر الكتب بتاعت الجن والشياطين، عشان كده محطوط في مكان محدش يعرفه ومحدش يقدر يعمل منه نسخه تانيه. ووقتها ببص على الورق وبدات امسكه بايدي وابص فيه، عباره عن طلاسم وحاجات مكتوبه بطريقه مش مفهومه ورسومات غريبه، ومنهم النجمه السباعيه وشخص اسود. ووقتها انا ما فهمتش اي حاجه من الورق المكتوب، لانه عباره عن طلاسم ولغه ما تتقريش. ولكن حصل صوت في البلكونه اللي خلانا ويوسف نتحرك تاني من البلكونه. ولما بدانا نتحرك للبلكونه وبنبص على نفس المكان، وكان الشخص ده واقف وباصص لنا بطريقه تخوف، وراح قام مصرخ فينا. وفي اللحظه دي النور راح مطفي. رحت انا قمت جاري باقصى سرعتي. ووقتها انا نزلت جاري من على السلم، ما كنتش بجري، انا كنت بنط الدور نفسه. ورحت جاري على باب العماره، رحت ناطط من عليها وفضلت اجري من غير ما ابص ورايا. لكن في لحظتها افتكرت ان يوسف لسه في العماره، واضطريت اقف عشان اخد نفسي واحاول ارجع ليوسف والحقه. ولكن يعدي الوقت 5 دقايق ويوسف لسه ما ظهرش، و10 دقايق ويوسف لسه ما ظهرش، ربع ساعه ويوسف لسه ما ظهرش. فقلت لنفسي بعد ده كله هتبيع صاحبك؟ قررت ان انا ارجع له، انا مستحيل اسيب صاحبي. وبدات اتحرك ناحيه العماره، لكن في لحظتها يوسف كان بينط السور وكان بيتقدم عليا بهدوء غريب. قلت له يا يوسف انت كنت فين بعد ده كله؟ انت فين ده كله؟ انت كويس؟ قال لي انا كويس. هو انا اتاخرت؟ قال لي انا كنت بحط المفتاح زي ما هو قال، وكنت بقفل الباب. وكمان لما نزلت لقيت في راجل كبير في السن وقفني، وكان لابس جلابيه، وطلع ان هو بواب العماره. قلت له بواب العماره ازاي؟ العماره دي مسكونه من سنين ومحدش بيقرب لها، وديك زي ما شفت القفل والباب العماره، والعماره ذات نفسها مردومه تراب، يعني ده مستحيل حد يكون دخلها من سنين. قال لي شكله هو كمان منهم. انا خايف قوي يا حمو. قلت له اهدى مفيش حاجه، احنا الحمد لله خرجنا من المكان المشؤوم ده